عم محمد حسن، الشيخ محمد حسن، صور اولاده صورة ونزلها في العيد وقال لك الناس يكبروا بخاطرهم وقلنا كلمة حلوة ويفرحوا بينا وقلنا ايه، اي حاجة حلوة تفرحنا وتفرح عيالنا، وحب يفرح عياله زي ما اي حد بيعمل وينزل صور عياله ويفرحهم ويقول لهم شوفوا تعليقات الناس والناس بيشكروا فيكم والناس بيحبوكم والحاجات دي. طبعا عم محمد حسن يا جماعة الخير لقى غير كده خالص، لقى غير كده خالص، لقى رد فعل غريب من الناس حطمت معنوياته وكسرت بخاطره وكسرت بخاطر عياله. ليه توصل للدرجة دي؟ لو أول مرة شوفني اعمل اشتراك ولايك وعلى زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، صلي عليه في الكومنتات، واوعى تكون من الناس اللي انا هحكي لك عليها دي. في ناس كده متخصصة في كسر الخواطر، يعني تشوف الحاجة عايزة تشوف السلبيات بتاعتها، تشوف حاجة جميلة جدا تشوف السلبيات بتاعتها. اولا الشكل والمنظر والخلقة مش بتاعتنا دي، ربنا هو اللي بيخلقها، مش بإيد حد. يعني مش بإيد حد اختار ان هو حلو ومش بإيد حد اختار ان هو وحش، دي حاجة بتاعت ربنا. مش بإيد حد اختار ان جسمه يبقى حلو ومفتول عضلات، ومش بإيد حد برضو ان هو يختار يبقى ضعيف وهزيل، والحاجات دي كلها دي برضو كلها جينات وراثية، وربنا هو اللي خلقنا هو اللي مصورنا. ربنا سبحانه وتعالى صنع الله، انت بتعترض على صنع ربنا، بتعترض على خلقة ربنا. طبعا هو كاتب بوست وبيقول شوفوا أولادي الجمال، قام جاي لقى مواجهة من واحد بيقول له هو فين الجمال ده؟ فين الجمال ده؟ اهو كل ده ملايكة قدام منك، شايفينهم قمر قدامنا، يعني تقول له فين الجمال ده؟ وانت الجمال يعني كله؟ يعني هنتكلم على الجمال ايه يعني؟ سيدنا يوسف كان يمتلك نص جمال العالم، نص جمال الكرة الأرضية، وسيدنا محمد يمتلك جمال الكرة الأرضية كله. يعني انت ايه بقى عشان خاطر تكسر بخاطر شخص وتقول له إيه فين الجمال ده؟ اهو في جمال، الجمال قدام منك. هو انت اصلا تعترض على ايه؟ بتعترض على ايه حاجة خلقها ربنا؟ طب انت كويس وحلو ماشي، انت مش عاجبك شكلك وبتقول انا عايز اروح اعمل عملية كذا عشان اعدل كذا في وشي، انا عايز اروح اعمل مش عارفة ايه. طبعا عارفين اللي بيروحوا يعملوا العمليات التجميل والحاجات اللي زي دي، مش هنتكلم عليهم ومش بنقول حاجة، انتوا بتعترضوا برضو على خلقة ربنا. ما ده اعتراض، بتغيروا في شكلكم وفي خلقتكم ومش راضيين بيها. ربنا خلقكم كده وصوركم كده، ومع انه هو صوركم في احسن صورة، صوركم في احسن صورة برضو مش عاجبكم وتتريقوا على خلقة ربنا وتكسروا خاطر الناس. الراجل طلع في فيديو اتكلم وبيقول انا لو اعرف كده ما كنتش نزلت الصور، لو اعرف الناس هتهاجمني كده ما كنتش نزلت الصور. يا شيخ محمد حسن انت واولادك ربنا يبارك فيكم ويجعلهم برين ليك، وانا بقول لك اهون ومع كل الناس المحبين ليكم، انتوا احسن ناس، انتوا احسن مننا كلنا، انتوا افضل مننا كلنا. الانسان مش بشكله، الانسان باخلاقه، الانسان باخلاقه. واللي انت عملته انت وهو وهي ما فيهوش اي شيء من الاخلاق. كسر الخاطر ملوش علاقة بالاخلاق، وما بين جبر الخاطر وكسر الخاطر حاجة اسمها التربية. ما بين جبر الخاطر وكسر الخاطر حاجة اسمها التربية، انت تربيت عليها وخلتك تطلع تقول كلمة حلوة، ربنا قدرك وقلت كلمة حلوة، ربنا مديك القبول. ما هو انت ربنا بيديك القبول او ياخد منك القبول انك تقول كلام وحش في وش الناس ويدوك على دماغك، او تقول كلام حلو وربنا يسهل لك وتقول كلام كويس وتبقى محبوب من وسط اللي حواليك والكل يدعي لك بدل ما ينديع عليك. وما تزعلش نفسك يا شيخ محمد انت واولادك، لانكم اي حد اللي كتب لكم تعليق سلبي وما عجبكوش هو اللي فيه الخصال وهو اللي فيه كل حاجة وحشة، مش انتم.